يقرأ قصيدة انه سنخوض معاركنا هاي في سبيل الاقناع، صوته حلو ايضا. بالضبط، هاي كان قراها مره. هاي ترسخت ببداية ترسخت بدأ الناس. أي. بعدين اكو شيء محاها اللي يخاف من عوفك. الله، طبعا دورنا بارشيف حارث رضوان الله عليه، ابنه مؤمل متعاون بطريقه، وكذلك الشباب الله يحفظه ان شاء الله كلهم يخلفون. عائله واعيه اي، خلف ما مات. أي. عائله واعيه من ابو علي الاستاذ مناف الى الحجي الى الشباب كلهم الى السبعه اللي ما لحق اعدد اسمائهم، منذر ومظهر ومثنى ولست كبيره من الحج، هواي مخلف السيد رسال. الله يحفظهم. المهم الزينين خلهم يكثرون فطلعوا الولد، قعدوا طلعوا محادثاتهم، من اللي داز لحارث، من اللي متواصل يا حارث. محادثات حارث كلها قصايد، الفويزات اللي يدزهن صوته حلو، وهو يحب دائما يدندن ويقرا. فلقينا له تسجيل صوتي اللي هي قصيده الملا باسم الله يحفظه ويكتب سلامته دائما، اللي هي اخاف من عوفك. زين احنا عندنا لحظه وداع وهو خايف يعوف مناف لان بعد ما يشوفه، فهي خاف من عوفك بعد ما اشوفك، اذا ما تجينا قدر ظروفك. على حارث والله صح. قارئ قصيدته لنفسه، مودع نفسه. الله حارث الله مودع نفسه، ومسوي تصبير المناف، ومسوي النشيد نهايه المسلسل، مشتغل لنا حارث. اي صدق. فختم نفسه وودعنا بطريقه مثل ما ودعنا حارث بالحلقه الاخيره. كلنا فخر بشهيد حارث، وكل